عسلامة، وصفتي لليوم وصفة الشمنكة التونسية على طريقتي. كل واحد وطريقته كما تعرفوا. إن شاء الله تعجبكم بطبيعة الطريقة هذه، وإن شاء الله تجربوها تجيكم حاجة ياسر بنينة وياسر فاوحة، وتجيكم هكا متختخة ومشخشخة وقارة زيتها وطايبة في حقها، وإن شاء الله تعجبكم الطريقة. وما تنسوش تبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم وأحبابكم وتدعمونا باللايك. باهي لهنا خديت مرسوات متاع اللحم وشويه حمص وشويه كرشه وراس بصل هكا قسيتو طريفات باش نحط لهم زيت زيتونه. انا حطيت 100 ملي زيت زيتونه وباش نقليهم مع شويه ماء سخون. انا راني نقلي بالماء سخون سيرتو كي نحط الزيت زيتونه باش هكا الزيت ما ينحيش المنافع نتاعو. وبالنسبه للزيت تستعملوا الزيت اللي تحبوا عليه نتوما. انا استعملت زيت زيتونه، نتوما تستعملوا اي نوع متاع زيت يعني اللي تحبوه اللي مستانسين به. توا من بعد ما تقلت شويه حطيت مغرفه كبيره متاع ثوم مهرس، يعني ثوم مرحي. وتوا باش نحط مغرفه كبيره متاع فلفل متاع طماطم كونسونطري، مغرفه كبيره طماطم معجونه ونقلاها شويه. وتوا باش نفوحها بشويه كركم وملح وفلفل اكحل. بالنسبه للفلفل الاحمر وللتابل راني نحطهم من بعد ما نمرق الطنجره على خاطرهم ما يتقلاوش ويولوا عاتين على المراره، يعني كيف تقلوهم برشا تولي القوم تاعهم تتبدل. لهنا حطيت مغرفه صغيره كركم، مغرفه صغيره فلفل ملح، ونص مغرفه صغيره فلفل اكحل. نقليهم شويه ومن بعد نمرقها. لهنا هيك عندي الطنجرة تقلات، تفهموها راكي تتقلى تحسوا المكونات دخلت في بعضها والريحة متاعها فايحة وتجيكم ياسر هكا محلاها. حاسيلو مرقتها بالماء سخون، مهم برشا تمرقوا ماكلتكم بالماء سخون. وتوا باش نحط مغرفة صغيرة مليانة بالتابل، مغرفة صغيرة مليانة بالفلفل الأحمر. أنا ما نحرحرش برشا الماكلة. وزيد الفلفل الأحمر متاعي راهو حار شوية يعني موزوز، هذاك علاش نحط مغرفة صغيرة. نتوما تنجموا تحطوا مغرفة كبيرة. وتوا من بعد ما طابت خليتها طابت. لهنا راه عندي الحمص طاب واللحم طاب، حطيت شويه ملح وكملت حطيت شويه كبده. الكبده راني نفختها في الماء السخون بالباهي باش تنحى منها كالدم وتنحى منها كالكشاكش وكل. نفختها في الماء السخون ونخليها تطيب في عقل عقلها، يعني الكبده. لهنا راه عندي اللحم طايب والحمص طايب والكرشه طايبه. كي نحط الكبده نحطها وتطيب 15 دقيقه، يعني الكبده ما نطيبوهاش اكثر من اللازم، كان طيبوها اكثر من اللازم تولي يابسه. من بعد ما طابت الكبده حطيت قرن فلفل هكا قصيته على 2 ورشه فلفل اكحل في الاخر. الملح انا راني حطيته على مرتين، خاطر المره الاولى حطيت شويه. اذا كنت تحطوا برشا ملح من المره الاولى راهو ينجم اللحم والحمص يحنجروا ما يطيبوش فيسا. هاو كنحط شويه ملح من الاول ومن بعد نكمل. ولهنا نخليها حتى لين تقر زيتها. وهكا هاو وهذه الشمنكه متاعنا حاضره. فما شكون اللي يحب يعملها بالمصارن ينجم يعمل المصارن، انا ما نعملهاش بالمصارن، نعملها بالطريقه هذه. ان شاء الله عجبتكم الروسيت، وان شاء الله تبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم واحبابكم، وان شاء الله في وصفه اخرى على قريب. وبسلامه وشهيه طيبه.